إصدار شهادات بالبنوك 35%، وإصدار شهادات 27% بالبنوك والبنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد اجتماع البنك المركزي في الاجتماعات السابقة واللي خفض فيها أسعار الفايدة في الاجتماعين السابقين، وبدأ هنا كل التوقعات في الاجتماعات القادمة إن هيكون في تخفيض لأسعار الفائدة مرة أخرى، ومنهم بدأت التوقعات في تخفيض أسعار الفايدة بمقدار 4% في مجمل الاجتماعات القادمة خلال 2025 موزعة على باقي الاجتماعات. وهناك توقعات إن يكون أسعار الفايدة في آخر عام 2025 يصل إلى 20% لدى البنك المركزي. لذلك على الجميع التوقع في الاجتماعات القادمة إن هيكون في نزول لأسعار الفايدة من قبل البنك المركزي في اجتماعاته القادمة، وبالتالي هيكون في نزول أسعار الفايدة على أسعار الشهادات والحسابات التوفير وغيرها من الودائع. وده طبعا شفناه في الأيام السابقة عند تخفيض أسعار الفايدة. بدأ البنك الأهلي وبنك مصر ومعظم البنوك بتخفيض أسعار الفايدة على معظم الشهادات والودائع وحسابات التوفير لديها. ذلك حاليا على الجميع اختيار أفضل شهادة لي أو حسابات أو غيرها والربط عليها حاليا، لأن حاليا التوقعات كلها تتجه إلى التخفيض. لذلك هنستعرض معاكم جميع الشهادات المتاحة والمناسبة لحضرتك، واللي مناسب لحضرتك اربط عليه. هننزل كل يوم شهادات ونعمل مقارنات ما بين الشهادات الموجودة وبين البنوك الموجودة العاملة في مصر، سواء كان بنك أهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، أو بنوك العاملة جميعها في مصر. هنعمل مقارنة ما بين الشهادات وبعضها، وأول شهادات هنعمل مقارنة ما بينهم أول شهادة معانا وهي الشهادة المتاحة حاليا في البنك الأهلي المصري، لأن البنك الأهلي المصري هو أكبر بنك في مصر، هو الذراع الأيمن للبنك المركزي اللي بيحارب فيه التضخم، ودايما بيتم إصدار فيه الشهادات الاستثنائية وغيرها. وأول شهادة معانا وهي الشهادة بعائد سنوي لمدة 3 سنوات. العائد فيها وصل فيها أول عام بيكون 27%، وتاني عام بيكون 22%، وتالت عام بيكون 17%، لأن الشهادة دي شهادة متناقصة العائد، يعني كل عام بعائد مختلف. في كتير سألونا عن شهادة جديدة تم إصدارها وهي الشهادة 35%، ناس كتير سألتنا عليها. الشهادة دي لمدتها 3 سنوات. الحد الأدنى لربط هذه الشهادة هو 5000 جنيه. العائد هنا بيصرف مقدما بالكامل 35% عند ربطك الشهادة دي بتصدر في البنك العربي الأفريقي بجميع فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية. طب هنا السؤال، أختار الشهادة 27% ولا الشهادة 35%؟ هنا بيرجع لحضرتك. لو انت هتربط الشهادة 35% وهتستثمر العائد مرة أخرى اللي هو 35% هتصرفه مقدما، تقدر تستثمره إما في ذهب أو في خزانة أو في شهادات أخرى عائد ربح منها. هنا الشهادة 35% أفضل. أما لو مش هتستثمر أموالك مرة أخرى وأنت عايز تعملها ادخار، يبقى الشهادة 27% بالبنك الأهلي هي الأفضل لك. هنا حرية الاختيار ما بين الشهادات، والأفضل ليك اربط عليه. انتظر مننا باقي تفاصيل الشهادات الجديدة، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.